السلام عليكم بابا وش اسبك المره التريليون على التوالي. المهم ان ده هاو تو كاونتر جديد، بس قبل ما ندخل الفيديو يا جدعان اوعى تنسى تسوي سبسكرايب خوي طبعا، وتدعس الجرس الفولاذي الجميل اللي تحت ده، وفجرني لايكات وقلوب وكومنتات. يلا بينا. معانا النهارده تشامبيون عباره عن سمكه ضخمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف اليوم طلبوح سمكه التون العنيده. في هذه الحلقة من سمكة التونة العنيدة. سحقا أنا غاضب للغاية. بلسان طويل ومعده ما بتتمليش، بيطلع من تحت الأرض يبلع الأعداء ويهرب تاني. القدس الأمامي يتكون من وملقب بملك النهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول استوديو مائي، وبيلعب في الطب. أتوقع عرفتوا أنا قصدي على مين. طعم كرش. أيوة طعم. لما طلبتوها اوتو كاونتر ما كنتش عارف اقول ايه. ده تشامبيون سهران كل همه يملى كرش امه. تانك ومش بيموت، وهتلاقيه في اللو ايلو والهاي ايلو والبطولات، عشان لو نزل قدامك هيخليك تكره اللعبه وعيشتك كلها. دي جرية واحد زهق من ام الدنيا، وفجأة واحنا بنتكلم قال لي بقول لك ايه لحظة واحدة، خلاص بقى هو خلاص مش قادر يستحمل معانا اكتر من كده، اتظلم كتير. لو دخلت الجيم ولقيته قدامك قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. الحقونا الحقونا اغسونا اغسونا. فجأة هينزل تحت الأرض وبيطلع بلسان ويضربك واحدة ملواني في قلبك، واحدة في الخرم. ده غير الكيو اللي بتعمل سلو ستان، ده كمان معاه هيل الصبح زي جارين، يعني تانك وبيرجع اتش بي زي جارين، وبيطلع دامج أكتر من إيريليا وفيورا ومعاه ستان. طيب يا سيدي شكرا كفاية. ماما ريتو عامله لك ميكس وبتصبح عليك يا اسطى. فكر ان احنا خلصنا. لا 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 استنى بس، تعال هنا وفوق معايا كده. ده يقدر يعمل شيلد اكبر من بتاع الست، ممكن يوصل انه يعمل كل اتش بي بتاعه شيلد. وكمان لو حاولت تلعب سيف هياخدك من تحت التاور يبلعك ويغتصبك ويموتك. وفي التيم فايت مش هيموت، وهتخسر الجيم وهتفضل برونز برضه. لا لا معلش انت في خشب عيله ومش البرونز كمان. حرام عليك حرام عليك حرام عليك حرام عليك يا راجل. بس لو سمعت كلام بابا بقى مش هتعرف تموته وتطلع من الخشبة إله. بس حط لايك الأول ويلا بينا. المين رول بتاعه حاليا هو تانك وسبورت. المين لين بتاعه بتلاقي بتوب وممكن ميد، لكن ما عادش ينفع يتلاقي بسبورت بعد الريورك بتاعه. المنطقه بتاعته من الرونتيرا، منطقه التشامبيونز اللي بتبيض علينا زي نوكتورن وايفلين وفيز وايتروكس. نيجي بقى السكيلات التشامب. الباسيف ببساطه جدا بتعمل من 2.5 اتش بي بونص ماجيك دامج، وكمان بيعمل استكات على العدو مع كل اوتو. واول ما بتوصل 3 اوتو بتعمل ميزات اضافيه مع السكيلات هنقولها لما نوصل لها. الكيو بقى عبارة عن لحسة كده ولا نطرة بلسانه، بتعمل دامج من كذا إلى كذا وفيها ماجيك دامج، وكمان بتديلك سلوب بنسبة 40%، وكمان بترجع له شوية اتش بي. ومش كده وبس، النهارده سعيد بوشكاش بيضحي. لو مجمع 3 استكات عليك هتديلك استن لمدة ثانية ونص. نيجي بقى للدبليو، بينزل تحت الأرض وبيطلع من تحت لتحت كده. خد بالك لا يعمل لك حاجة كده ولا كده. فاكرة لما كنت برمي الفلوس تحت البيانو وانزل؟ كانت حتة دين فرجة يا جدع من اياميها والواحد صحته تعبانه. بتعمل لك نوك اب لمده ثانيه كامله. الاي بقى دي تعتبر بقى اقوى سكيل لانها بتخليه تانك يستحمل ضرب للصبح. هي ليها باسيف واكتيف. نبدا بالباسيف، عباره عن انها اول ما تفتح الاي اي دامج بتاخده بيرجع لك منه 45%، وبتوصل ل 65% اتش بي لما تمكسها، واسمه جراي اتش بي تاني. تمام، بس لازم تطلع من الفايت لمده 4 ثواني وما تاخدش اي دامج، ودي بتخليك تكسب اي تريد بسهوله جدا.
جدا. اقول لك حاجه بسيطه كده علشان تفهم معايا، كل 3000 دامج هتعملهم عليه هياخد منهم 1650 دامج يحولهم ل اتش بي، يعني حرفيا لو ضربت للصبح مش هيموت. الاكتف بقى هي ان الجري اتش بي ده لو دوست عليه بيتحول لشيلد، بس بيلغي الباسيف، يعني مش هيرجع اتش بي، هتاخده للشيلد لمده 2.5 ثواني فقط. الار بقى دي عباره عن انه بيبلعك لمده 3 ثواني وبيتحرك بيك علشان ينزلك عند التيم بتاعه، ولو حاولت تصرخ ولا تجري مش هتعرف لانك بتاخد سلو، يعني ميت. مش كده وبس، ده كمان ممكن يبلع اي حد من التيم اللي معاه وساعتها ومحدش هيعرف يضرب اللي توم كنش بلعه. وكمان اما بينزله او بينطره تاني يديله شيلد، لازم عشان الار تشتغل تجمع ال3 اوتو اتاك بتوع الباسيف. هو ضعيف ضد مين؟ طرطق ودنك كده معايا يا باشا علشان بابا بيهوش هيقول لك ازاي تفشخه دلوقتي حالا. هو ضعيف ضد الشامبيون اللي صعب يعمل لهم وان شوت زي ايتروكس، سيت، كليد، يوريك، اورن، سايون، شين، وكمان ووروك باللايف ستيل اللي بيعمله في التوب لين. كل دول تقدر تلعب بيهم حتى لو ما بتعرفش تموته، هو كمان مش هيموتك. لكن بقى لو عاوز تغتصبه انت العب بفيورا، تقدر تكاونتر الكيو والدبليو والار بتوعه بالدبليو بتاعت فيورا، فهي من احسن الناس اللي ضده. كمان ممكن تلعب بهيمردينجر او فين او ليليا، وساعتها هو اصلا مش هيعرف يوصل لك علشان يضربك. ما تلعبش ضده بمين، اوعى تفكر تلعب ضده بتشامبيون جسمه ضعيف ومش رينج لانه هيختصبك. يعني ما تلعبش اكالي، ايريليا، ترندمير، رينجار، فلاديمير، ورايز، كل دول يقدر يعمل لهم وان شوت بسهوله جدا. اهم الايتمز ضده، بص يا سيدي، لو هتلعب تانكي يبقى تبني جورد رينكر علشان شويه اللايف ستيل، وبعدها على طول بوت الارمور، وكمان تبني السترايك جيج لانها حلوه جدا هتديك دامج وكمان فيها اتش بي، وتبني الثورن ميل علشان تقلل الهيل اللي هيرجع له من الكيو، وكمان هتبقى تانكي وما بتموتش ساعتها. انما بقى لو هتعمل نفسك اندر زبله ولا عبده حناكه وتروح دامج على طول، يبقى اقول لك تعمل ايه الاول. تبدا برضو بالجورد رينكر لانها افضل ايتم حاليا، بعدها تاخد بوت الارمور علشان تستحمل الضرب اللي هتاخده في وشك، وتروح بعدها ريفنس هايدرا او ديث دانس، وساعتها انت اللي هتختصبه بالدمج اللي هتطلعه. وطبعا لو بتلعب اي دي سي مش محتاج اقول لك انك تبني كوليكتور ولورد دومينيك، وساعتها هتسيحه بالارمور بنتريشن بتاعك. طريقه اللعب ضده عامه في اللين، نبدا بالتشامبيون سيلكت في الدرافت. اول ما تشوفه قدامك تقدر تروح تانكي او تاخد جراسب علشان ترجع اتش بي وتبقى تانك، او تاخد كونكرر علشان تطلع دامج اكتر. نيل ليننج فيز بقى قبل ليفل 6. في البدايه حاول تتريد ليفل 1 لانه بيبدا بالكيو، فاي تريد قبل ما يفتح الاي مش هيرجع اتش بي، فانت اللي هتكسب التريد. لكن اول ما يفتح الاي ما تحاولش تعمل نفسك مستر حناكه وتعمل اي تريد، لانه بنسبه كبيره هيكسبها بسبب الهيل اللي بيرجع له، وساعتها مش هتبقى مبسوط خالص مستر بيلي. بعد ليفل 6 يعتبر اقوى توب لينر حاليا، فما تحاولش تموته ابدا سولو. واوعى يا مستر بيلي لما تعمل تريد تديله ال3 ستاك علشان لما يجمعهم عليك هيبلعك وينزلك تحت التاور بتاعه ويفشخك، فخد بالك وانت بتعمل له تريد انك ما تديلوش ال3 ستاك بتوعه. لازم تستنى الجنجلر وساعتها هيبقى سهل تموته لانه ما عندوش اي حاجه يهرب بيها غير الدبليو، وساعتها توقفها لما تعمل له اي سي سي او ستان بيلغي الدبليو، وساعتها مبروك عليك الكل. بس خد بالك علشان ممكن يجمع على واحد منكم ال3 ستاك وينزله تحت التاور، ساعتها يموته ويروح يغتصب التاني، وساعتها انت خسرت الجيم. فحاول انك دايما ما تديلوش ال3 ستاك. ازاي تعمل عليه جانك؟ حاول تستناه يضيع الدبليو وادخل عليه، وحتى لو ما ضيعهاش ممكن نلغيها باي ستان، وساعتها مش هيعرف يجري. لكن خد بالك ما تنزلوش تحت التاور علشان ما يبلعش حد فيكو. التيم فايتس بقى ازاي تتعامل معاه؟ كلنا عارفين ان هو او بي جدا وفشيخ، بس هو ضعيف في التيم فايتس لانه مستحيل يموت حد في التيم فايت. هو كل اللي بيعمله بيتانك ويبلع اي حد في الايرلي ويبلع اي حد بالار وينزله لفريقه، علشان كده متصنف انه تانكي وسبورت. اهم حاجه حاول تعمل دوج للدبليو، ساعتها مش هيعرف يمسكك علشان يجمع ال3 ستاكس وياخدك في الار واديله ستان وانزل فيه ضرب، وهو مش هيعرف يهيل طول ما هو جوه الفايت، ومش هيبقى عنده حاجه يجري بيها، وساعتها هتجيبه في شوال. دو اند دونس، افعل ولا تفعل. في اللين ما تفايتش سولو طول ما هو معاه الار علشان ما ياخدكش تحت التاور وتموت. في الجنك حاول تخليه ما يجمعش ال3 ستاك على حد منكم وتجيبه في شوال. في التيم فايت دوج الدبليو مش هيعرف يمسكك ومش هيعرف يمسك حد وهيبقى ملوش اي لازمه. امتى تفايت وامتى تستنى؟ فايت قبل ما يفتح الاي ولو معاك دامج اقوى، استنى لو معاه دبليو او كمل اول ايتم اللي هي الفروست فاير علشان هيبقى معاه سلو بالهبل، واستنى مساعده الجنجلر. واخيرا وليس اخيرا، التشامبيون اللي ما تحبوش اعمل له بان وما تخسرلوش. التشامبيون اللي يعمل لك خرم في نافوخك اعمل له بان وراح دماغك من وجع القلب. اصل لك الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. ما تنساش السبسكرايب خوي طبعا يعني، ودعس الجرس علشان يجي لك الفيديو الجاي اول ما ينزل، ولف في القناه. انا
متاكد انك هتلاقي حاجات حلوه كتير على القناه، واكتب لي تحت عاوزين مين في الفيديو الجاي. يلا بينا نطلع من الخشبه. الو